السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض بخصوص مروحة التبريد في اللابتوب. لو مروحة التبريد عندك صوتها بيكون عالي ومزعج، حتى لو اللاب مش بيسخن بتلاقي برضو صوتها عالي ومرتفع وعايز تقلل صوتها شوية، أو لو اللاب بيسخن والمروحة عندك مش بتشتغل بأقصى سرعة عليها، أو أنت عارف إن هي كانت بتشتغل بسرعة عالية قبل كده وفجأة هدت مرة واحدة. ممكن ما يكونش عيب صيانة، ممكن في تركة كده في الإعدادات هوريها لك، ممكن تكون منها. جربها وإن شاء الله تظبط معاك. فهنيجي ندخل في الشرح على طول، سواء انت ويندوز 11 ويندوز 10 ويندوز 8. هتيجي كده في السيرش هنا وهتكتب كنترول بانل، هتطلع لك كده زي ما انت شايف، هتضغط عليها. هتيجي كده هتلاقي اوبشن اللي هو هاردوير اند ساوند، هتضغط عليه. وبعدين هتيجي هنا على باور اوبشن. طيب انت لو ما لقيتش عندك اصلا هاردوير اند ساوند، هي اكيد هتكون موجوده، بس ممكن ما تكونش موجوده بره هنا، يعني ما تلاقيهاش دايركت على طول. فهتعمل ايه؟ هتيجي كده على اليمين، هتضغط على السهم الصغير اللي عندك ده، وبعدين منها لارج ايكونز. زي ما انت شايف كده هتلاقي عندك اختيار باور اوبشن، ده في حالة ان انت لو ما لقيتش عندك اصلا بره هنا اللي هو الاختيار اللي هو هاردوير اند ساوند. هنرجع تاني، هنخش على هاردوير اند ساوند وبعدين باور اوبشن. هنضغط على باور اوبشن كده، وبعدين هتيجي كده تضغط على تشينج بلان سيتنج، ومنها على تشينج ادفانسد باور سيتنج. هتيجي كده تفتح لك النافذة دي. هتيجي كده تنزل لتحت شوية لحد لما تلاقي اوبشن اللي هو بروسيس باور مانجمنت، هتضغط على الزائد الصغير اللي هو اللي جنبه ده. وبعدين هتلاقي فيها اختيارين اللي هو المينيمم بروسيس ستيت والماكسيمم بروسيس ستيت. فاللي احنا محتاجينه اللي هو الماكسيمم بروسيس ستيت، هتضغط كده على الزائد الصغير اللي هو اللي جنبها ده. هتيجي كده عندك هتلاقي اختيارين اللي هو الاون باتري، هتلاقيه 100% اللي هو سرعة المروحة او سرعة التبريد لما يكون اللابتوب موصل على البطارية، والبلاج ان لما يكون موصل بالتيار الكهربي. انت اصلا لو التبريد عندك ضعيف وانت بتعاني من المشكلة دي، والمروحة عندك كانت بتشتغل بكفاءة اعلى وانت عارف كده كويس، هتلاقي ممكن تلاقي ان القيم دي عندك مش 100%، ممكن تلاقيها مثلا 75 80، فانت هترجع تاني تحطهم 100%. لكن انت اصلا لو بتعاني من ان صوت مروحة التبريد اصلا مرتفع عندك ومزعج وعايز تقلله شوية، فممكن تقلل القيم دي ل 75% او 80%، او القيمة اللي تناسبك لحد لما الصوت يظبط معاك. فهاجي كده مثلا اكتب القيمة الاولانية ديت وليكن 70%، خليها 75، والقيمة التانية دي برضو هخليها 75%، وبعدين هضغط على ابلاي، وبعدين اوكي. بس انا هنا هرجعها تاني زي ما كانت، لان احنا طبعا في الصيف ومحتاجين مروحة التبريد تكون شغالة باقصى سرعة، فهرجع اغيرهم تاني وارجعهم 100%. هرجع برضو اضغط على الاختيار الاول واكتبه 100%، والاختيار التاني 100%، وبعدين ابلاي واوكي. طبعا لما تيجي تغير القيم دي لازم تخليهم زي بعض بالظبط، يعني لو عملت الاون باتري 75 يقبل البلاك ده ان كمان تعملها 75 عشان تظبط معاك. بس كده، ده كان شرح النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.